شويه حاجات لازم نخلي بالنا منها كده طول ما احنا ماشيين في الشارع المصري الجميل بتاعنا. اول حاجه الحفر والمطبات، والمطبات اللي على شكل حفر، والحفر اللي على شكل مطبات. البلاعات المكشوفه والبلاعات اللي مش مكشوفه. طنط اللي ماشيه مديه اشاره يمين لكن هي داخله شمال، او اللي مديه اشاره شمال بس هي داخله يمين، او اللي مديه اشاره يمين وشمال بس هي اساسا تايهه ومش عارفه هي رايحه فين، او طنط اللي بتضرب حماده ورا عشان يبطل عياط وسايبه الطريق. الناس الانتحاريين اللي هم بيعدوا الطريق فجاه وانت ماشي بالعربيه فتخبطهم فيحسبوا نفسهم عليك بني ادمين وتروح انت في داهيه وانت مش غلطان. الناس اللي بتبقى في الشوارع الجانبيه اللي تلاقيه راجع بظهره فجاه وانت داخل في الاتجاه بتاعك. تخلي بالك من اي حد مش مكتوب في رخصته ذكر، ده تخلي بالك منه. اي حد مش مكتوب في الرخصه بتاعته ان هو ذكر ده تبعد عنه. الحاج اللي ماشي في اقصى الشمال على الدائري بعربيه 128 وجايب اخر العربيه وماشي 40 وانت المفروض اللي تبقى ماشي 120 على الاقل ولا حاجه، ده تبعد عنه، تبعد عنه خالص. اي حد مش مكتوب في الرخصه بتاعته ان هو ذكر ده تبعد عنه برضه. اي حد مش مكتوب في الرخصه بتاعته ان هو ذكر تبعد عنه، تخلي بالك منه قوي قوي قوي، عشان ده بيعمل بلاوي سودا في الشارع وبيقعد يضرب حماده ورا وبيدي اشاره يمين ويخش شمال ويدي اشاره شمال ويخش يمين وبيعمل بلاوي سودا في الشارع. سواق الميكروباص تخلي بالك منه عشان ده بيتعامل مع الميكروباص ان هو راكب ايه؟ ان هو راكب فيسبا. سواق الكارو اللي سايب المفتاح للحمار على اساس ان الحمار يعني هو اللي عارف الطريق وداير الدنيا، ده تخلي بالك منه. الشباب اللي راكبين مكن بيطيروا يمين وشمال وانت ما بتلحقش تشوفهم في المرايه وتلاقيه ناطط في الباب جنبك يمينك ولا شمالك، تخلي بالك من. بص خلي بالك من كل حاجه ماشيه في الشارع. اي حاجه ماشيه في الشارع ان شاء الله القطه اللي معديه قدامك خلي بالك منها عشان تفضل ايه يعني، عشان تروح بعربيتك سليم كده، وربنا يسترها علينا من الشارع المصري واللي بيحصل فيه.